شيء بالشيء يذكر مرة عندها مجموعة من الأيتام، مجموعة من الأيتام، وصارت تطلع أبوهم قتل وصارت تطلع تفترض ذول الأيتام، جوعانة ما عندها. يقول حتى أوصلتها الدنيا إلى قرية، اجت دقت الباب على واحد رجل دين، عفوا صادفت شيخ بالشارع كبير بالعمر، كأنا جوعانة وعندي أيتام. قلها والله ما أدري، بس ذاك أكو بيت مال رجل دين، روح دق عليه الباب. هاي قصة قديمة طبعا. روح دق عليه الباب. راحت لهذا رجل الدين، دقت عليه الباب، طلبت من عنده، رجته أنه يساعدها هي وأبنائها. قالها أنت عندك شاهد يقول أنت فقيرة؟ أنا جاي أجيك قبالك ما عندي. هذا قال لها رجل الدين عندك أنت واحد أو شاهد أو دليل على أنك فقيرة؟ لا ما عندي. قال لها روحي يلا، طبق الباب بوجهها. راحت مسافة مشت، شافت لها رجل، طلبت منه. الرجل فتح لها بيته، طلع زوجته استقبلتهم، طلع بناته خدما بناتها، أهلا وسهلا فيكم، رحب بيهم، أدخلهم إلى البيت. هذاك الرجل اللي رحب واللي استقبل تقول عن القصة أنه كان من النصارى. الطرد الأول كان مسلم، الأول نام. في عالم الرؤيا جاءه المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول هذا المسلم الشيخ هو يمكن ما أعرف، رجل دين بعد، شفت وكأن القيامة قد قامت، وشفت من بعيد قصر جميل جدا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يخبط الأرض بقدميه نحوي. فقلت له يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال له هذا القصر لرجل اسمه فلان. قال له مو قبل فترة أنا شفتك وقلت أن هذا القصر لي؟ قال له ومن أنت؟ قال له أنا الشيخ الفلان. قال له أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم. قال أعطني دليل بأنك مسلم. قال له ليش هذا السؤال يا رسول الله؟ أنا أقر بأن الله واحد وأنك رسول الله. قال له مثل ما طلبت من هاي المرأة الفقيرة المسكينة من قالت لك أنا فقيرة، مو قلت لها انطيني دليل؟ أنت اليوم انطيني دليل أنت مسلم وتستحق هذا القصد. انطيني دليل. ما عنده دليل. قاعد من النوم فزع مرعوب، صار يدور عن هاي المرأة والأيتام مالتها وين. صاحبنا الشيخ يبحث، قال له في بيت النصراني. راح دق الباب، فتح الباب النصراني. شنو تريد؟ قال له أريد هاي المرأة اللي عندك. قال له مستحيل أنا أنطيك إياها. قال لي ليش؟ قال لي لأنني أولا أنا اليوم الأمس كنت نصراني، اليوم أنا مسلم. شلون أنت مسلم؟ قال له مو بس أنا وعيال بيتي مسلمين. قال له شلون أنت اليوم مسلم؟ قال له البارحة بالليل جاءني نبينا محمد صلى الله عليه وآله فقال لي أيها النصراني لقد أغثت ملهوفين من أمتي، مبارك عليك هذا القصر وأنا الضامن لك يوم القيامة. يقول له فحينها قلت سيدي يا رسول الله مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك سيدي رسول الله حقا حقا. شوفوا إخواني، إغاثة الملهوف بعد الوقت جاي يسرقني. إن شاء الله نبقانا الله وأبقاكم، نشوفكم في فرص أخرى. وإنه